على الرغم من الدعوات اللي حوطت أيمن العلي ملك جمال الأردن خلال الأيام اللي فاتت بعد إعلان إصابته بالسرطان، لكن قدر الله نفس خلال الساعات اللي فاتت عشان يرحل عن عالمنا بعد صراع طويل مع المرض عن عمر تجاوز 20 ببضع سنوات، بعد ما قضى أيامه الأخيرة بيتناول بس المسكنات للتغلب على آلام المرض. خبر وفاة أيمن العلي ملك جمال الأردن نشره ابن عمه بشار البوريني عبر صفحته الشخصية على الانستجرام، وقال: ابن عمي أيمن انتقل إلى رحمة الله، مع السلامة يا حبيب قلبي، الله يرحمك ويغفر لك ويجعل مثواك الجنة. كان المفروض الشهر اللي جاي نحتفل بعيد ميلادك، وكنت محضر لك مفاجأة، بس اطمن هتبرع بيهم على روحك. أم أدهم والدة أيمن العلي اتكلمت لأول مرة خلال الأيام اللي فاتت عن تفاصيل حالته الصحية، وأشارت إنه لا يتلقى العلاج الكيماوي وبيكتفي بتناول الأدوية المسكنة اللي بتساعده على تخفيف آلامه. وقالت كمان إن كل أم بتتمنى لو إنها تمرض مكان ابنها، لكن ده قضاء الله ولا اعتراض على حكمه، الحمد لله. وسألت ربنا إنه يمنحها القوة ويمنح كل أم القوة باللي بتمر بيه. أيمن العلي هو واحد ما بين صناع المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي، وخلال السنوات اللي فاتت فاز بلقب ملك جمال الأردن، ودرس في الفرقة الرابعة بشعبة إدارة الفنادق بالجامعة الهاشمية، وبيتابعه على الانستجرام أكتر من 500 ألف متابع. وخلال الفترة الماضية أعلن إصابته بمرض سرطان المعدة، وأكد بداية رحلة علاجه وتحديه للمرض اللعين، وفضل يشارك متابعيه على الانستجرام وعلى التيك توك رحلته العلاجية بكل تفاصيلها عشان قصة أيمن تبقى عالمية. وعدد كبير من البلوجر العالميين يتبنوا حالته وينشروا يومياته كنوع من الوقوف جنبه. وكان آخر ظهور لملك جمال الأردن من خلال صورة نشرها على فراش واحدة من المستشفيات في الأردن برفقة والدته، وبان عليه التعب الشديد بالجسد، هزيل وفقدان للوزن بشكل واضح، مع تورم كبير في القدم وبطنه إثر معاناته من سرطان المعدة. وعلق عليها وقال: الحمد لله، دعوة من القلب. ناس كتيرة قالت ان سبب مرض العلي هو الحسد الشديد، خصوصا ان كان في ناس كتيرة جدا بتتمنى انها توصل لربع جماله وشهرته، وانه كان دايما بيتحسد، وده اللي فسره البعض على السوشيال ميديا. وناس تانية قالت ان ده قضاء ربنا وقدره، وان مفيش اي اعتراض عليه، خصوصا ان ده كان عمره. بعد نشر خبر وفاته بدقايق قليلة السوشيال ميديا اتحولت لمعزة كبير جدا على الفقيد الشاب، ربنا يرحمه ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان ويسكنه فسيح جناته.